مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، ده النهارده مكروف عندنا، كان مركون. تمام. والشقه كانت يعني مقفوله بقى لها فتره، وده اللي وصلنا له لما جه هنا يعني واستعملناه تاني يعني. وما هو شغال، بس مشكلته الاساسيه ان هو كله صدى. فالمهم سالت حد بتاع بويات جنبنا، راح جه قال لي هنجيب له صنفره زي دي، وهنجيب له تينر ننضف بيه بعد ما نخلص الصنفره. والمفروض يعني المفروض بصوا هو المفروض لونه كان، لا انا بصوا كنت من الشغل، بص ايدي عامله ازاي. المفروض ان هو بتطلعوا الصنفره دي بتطلعوا الصدى ده خالص، لان ده يعتبر زي مرض. تمام. وبننضفه، بنخليه، بنرجعه كده، بنشيله من هنا كده كل دوت، وبعدين بنجيب تينر بتاع التينر. استنى كده اجيبها لكم اوريكم ازاي. اهو التينر ده بعد ما بنخلص الحته البيضه دي، نبتدي نجيب بقى قماشه وننضف بيها على نظافه. تمام. اي نوع تينر مش مهم، ده اللي بننضف بيه. تمام. وفي الاخر خالص بنرش دوت طبقات سبراي بنفس اللون اللي احنا عايزينه، كذا طبقه مع بعض. بس انا حبيت اوريكم لان عندكم حاجه ما تترميش، هياخد منكم وقت، بس صدقوني والله زي ما بتتفرجوا على الانترنت، بتتفرجوا على فيديو على الفيسبوك، الحاجات ديت احنا بنضيع وقت طويل جدا، ممكن فعلا نستفاد بيه، نصلح حاجه، نغير حاجه، نساعد في حاجه. بس انا هوريكم بقى بعد ما اخلص ان شاء الله. صنفره هياخد منكم مجهود، بس صدقوني والله هيبقى حلو، واحنا بنضيع وقت كتير جدا في حاجات ممكن ما تكونش مفيده، بس الميكرويف سليم من جوه. تمام. مشكلته كل ده. انا بص بصنفر بدي الاول، شفت فيديوهات اجانب بصراحه، وبعدين بننضف بالتنر. بنجيب من عند اي، لو انت في القاهره من عند اي موان، اسمه موان عندنا اللي هو بتاع البويات. تمام. والسبراي برضو كله من عند الموان لو انت في القاهره. لو انت في اسكندريه اللي هو بتاع البويات. تمام. لازم بقى ننضفه خالص ونشيل كل المرض ده منه، عشان حتى يبقى اسود كده كده، يبقى اسود، يبقى المرض ابتدى يطلع منه. بصوا الفرق ده، لازم نشيل الاورنج ده خالص اللي هو لون الصدى يعني. وصدقوني بيبقى يعني بينظف، بيساعد ان يعني انت لما بتعمل كده ده بيساعدك ان انت تعمل حاجة كويسة، تستفيد بحاجتك، ما ترميهاش بدل هي اوريدي سليمة ونظيفة. بقالها سنين، بس ما ماشي اهي بتسند. الحاجة دلوقتي بقت بكام، والغلا عامل ازاي، والحاجة الطاق 3. لا صدقوني. وهنا برضو كرسي العجل بتاع والدتي، عشان والدتي مريضة، فان شاء الله برضو هعيد فيه نفس التجربة برضو، هو برضو اصور لكم بنعمل فيه ايه. بس صدقيني والله يعني هتستفادوا جدا. هوريلكوا بعد ما يخلص عامل ازاي، وما تقوليش بقى انا بنت، ولا بنت زي الولد زي اي حاجة، ان انت تساعد وتنظف وتعمل وتصلح حاجة افيد من ان احنا نضيع وقت على النت. ولو هنضيع وقت على النت نضيعه في حاجة مفيدة الاخر، مش فلانة ضربت فلانة، وعلانة سحلت علانة، ومين قتل مين، ومين اتجوز مين، وفلانة طلعت فين، ودي طلعت دورة رياضية مش عارفة الايه، ودي ضربت مين. كل ده صدقوني دوشة على الفاضي. اعرف المعلومة بس نشغلش بالك بيها. اتعلم تضيع وقتك في حاجة مفيدة. وقبل النت احنا كنا بنعمل ايه؟ انا معرفش بقى كل الجيل اللي بيشوفني من قدي، من جيل التمانينات زينا ولا لأ، بس احنا كنا بنعمل حاجات كتيرة جدا في وقتنا، وبنتعلم حاجات حلوة. فيمكن انا لسه محتفظة بالموضوع دوت، ان انا بحب اعمل كل حاجة بايدي. اصلا هتروح يعني تودين مين يعمله؟ فاهماني؟ مفيش حد بيقوم بالتصليح حاجة زي كده، فاهماني؟ لو يعني في حد بياخد منك فلوس ويصلح لك الحاجة وانت تمام راضي عن الخدمة دي، مفيش مشكلة، ادي العيش خبازة. لو مفيش حد بقى يقوم عنك بحاجة زي كده، يعني حرام يبوظ، حرام يترمي، يبقى تعمله احسن بكتير. وبرضو حاجة انا جربتها، لو في حاجة عندك قديمة ممكن تتباع قطع غيار، ممكن تعمل ماركت بليس بتاع الفيسبوك وتبيعها، وانت تستفاد بيها بفلوسها، وفلان دوت يستفاد بيها، وهكذا.
التوفيق لكم يا رب، ويا رب الفيديو يكون فاتكم. بصوا احنا بنفضل ندعك. هوريكم بس كده بسرعه. انا المفروض بقى من كتر الشغل هي باظت مني كده. تفضل بصوا ده. وبعد كده معايا فوطه اهي، ثانيه واحده، معايا فوطه. الفوطه دي بمسح بيها الايه اللي يطلع. بصوا اهو، احنا عايزين نوصل ان دوت يطلع. بصوا يطلع ازاي اهو اهو اهو، وهكذا. كل ما نعمل كده، كل ما نصنفر، كل ما يطلع. انا بس حبيت يعني اوريكم وانا شغاله يعني. بصوا مع الكاميرا لسه باين اهو. بصوا هنا نطفت اهي، لكن دي لسه ف استفادوا بوقتكم، واستفادوا بانكم تعملوا حاجه كويسه. ولو حد من قرايبكم، او لو بتعملوا ده بمقابل بفلوس، ليه لا؟ احنا دلوقتي كتير قوي مش بنلاقي شغل. لو حد محتاج ان انتوا تعملوا حاجه بمقابل، مفيش مشكله تعملها، وانت افيد يعني. انت المستفاد بالفلوس وبوقتك، تمام. فيا رب اكون فدتكم وعملتوه، سواء شغل او عملتوه لبيتكم، لاهاليكم، لحد قريبكم، لو حد صاحبكم، او بمقابل، انت الكسبان. والتوفيق لك يا رب. سلام.